السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله عندي مشكل. المشكل اللي عندي هذا الاسبوع كنتعصب بالزربه ملي كنكون صايم. الغضب هو الانفعال النفسي اللي كيتسبب في فقدان السيطره على النفس نتيجه شعور عقلنا اللاواعي بتهديد او انتهاك للحرمه الجسديه او النفسيه او المعنويه او الايديولوجيه ديالنا من طرف الغير. هذا الغضب اللي وان كان اي واحد فينا معرض انه يمر منه لانه حاله انفعاليه فطريه كتخلق مع الانسان، فكاين واحد النوع ديال الناس اللي كيتحول عندهم الغضب من حاله عرضيه لحاله مرضيه، وكيولي الانسان بحال شي قنبله موقوته مستعد ينفجر في وجهك في اي لحظه وعلى ابسط سبب. ومادام هذه الحلقه كتزامن مع شهر رمضان فاحنا ما غاديش نتطرقوا للغضب بصفه عامه، على اساس اننا نركزوا على الغضب اللي كيكون في شهر رمضان او ما يسمى بالترمدين. والسؤال اللي كيطرح راسو، علاش كتزاد حالات الغضب في شهر رمضان؟ باش نجاوبوا على السؤال ديالنا بشكل اكثر دقه فاحنا غادي نحاولوا نتطرقوا في الجواب ديالنا لتفسيرين. بالنسبه للتفسير الاول فهو التفسير الطبي، بحيث ان الصيام كيؤدي لانخفاض مستوى الجلوكوز في الجسم، وملي كنتعرضوا لمواقف الانفعال فالجسم ديالنا كيفرز هرمون الادرينالين، هذا الاخير اللي كيستنفذ كميه كبيره من السكر اللي كيكون مخزن على مستوى الكبد، بالاضافه للاضطرابات اللي كتوقع على مستوى الافرازات ديال الغده الدرقيه والغدد الصماء اللي كتكون مسؤوله على مراقبه التصرفات ديال الجسم. ومن ثم فاش كنتعرضوا لهذا الموقف كنفقدوا السيطره على سلوكنا وردود افعالنا، وهذا الشيء اللي كيفسر ارتفاع حالات الغضب في الساعات الاخيره اللي كتكون قبل المغرب، بحيث كيكون عندنا نقص على مستوى الجلوكوز، واي انفعال كيؤدي لاستنفاذ الكميه المتبقيه، وهي نفس المعادله اللي يمكن من خلالها نفسروا سرعه الغضب او سرعه الانفعال ديال الناس اللي كيكونوا مصابين بداء السكري. بالاضافه للكافيين والنيكوتين اللي كيكون الجسم ديالنا مبرمج على انه ياخذها في اوقات معينه. اما التفسير الثاني فهو التفسير النفسي، بحيث ان الانسان كيكون مبرمج عقله اللاواعي على سلوك وعادات يوميه اللي كتولي جزء من حياته، بحال عاده التدخين او الاكل يعني دون وقت، او لا الجلوس في المقهى في وقت معين، او لا اي عاده سلبيه اللي كنكونوا كنمارسوها طيله السنه. ومن ثم فاش كيجي شهر رمضان كنحسوا بواحد النوع ديال التوتر، وكنحسوا بلي ما كنعيشوش حياتنا بشكلها الطبيعي، وكيتزاد هذا الشعور عند الناس اللي ما كيستحضروش القيمه الروحيه ديال شهر رمضان. بغيت نقول لك بلي الترمدين والغضب المبالغ فيه ماشي علامه على الرجوله او القوه، وانما هو ضعف في الشخصيه. وكيف كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه. بغيت نقول لك قبل ما دير اي رده فعل بسبب الغضب فكر في العواقب اللي تابعه هذه رده الفعل، وكيف كيقول المثال المغربي: سخونيه الراس كترجع بالبروده. بغيت نقول لك ملي تحس براسك معصب بزاف وما قادرش تحكم في التصرفات ديالك فافضل حل انك تقول اللهم اني صائم وتبدل ساعه اخرى، وكون اكيد انك في هذه الحاله غادي تكون في موقف قوه اكثر من الشخص اللي استفزك. بغيت نقول لك ان الغضب ماشي عيب لانه انفعال فطري، ولكن اللي عيب انك تكون على سبه وتكون قانع راسك بان شخصيتك عصبيه، لانك في هذه الحاله بدل ما غادي تقلب على حلول غتلقى راسك كتقلب على مبررات. بغيت نقول لك باللي التحكم في الاعصاب ديالنا ملي كنتعرضوا لمواقف استفزاز ماشي سهله وفي نفس الوقت ماشي صعيبه، بالاخص اذا كان الجزاء ديال التحكم في الاعصاب كيسوى الجنه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنه. وفي الاخير نبغي نسول كل واحد فيكم على الطريقه اللي كيواجه بها الغضب، ربما يكون عندكم طرق ما ذكرناهمش في هذه الحلقه. شاركونا الافكار ديالكم والتجارب ديالكم في مواجهه الغضب عبر الهاشتاغ اللي كيظهر في اسفل الفيديو. نتلاقاو الاسبوع المقبل مع مشكل جديد في حلقه جديده، والى ذلك الحين في امان الله.